اليوم قررت اعمل شوكولاتة دبي بس على طريقتي الخاصة. فيت اليوم الصبح وقلت لانزل اتمشى بس قبل ما اروح لقيت ضفدع على باب البيت. اكيد ما هعمل منه البستاشيو يعني، بس من نفسي امسكه. يا جماعة بيحاول يهرب مني بس هامسكه. يا جماعة واخيرا مسكته. حل عني بقى، حل عني بقى، اتركني مشان الله يا واصل. المهم يا جماعة الموضوع بدأ من هون. كل ما افتح جوالي برمضان هيك كل شيء بيطلع لي على حلويات واكلات. قررت اعمل شوكولاتة دبي، فقلت خليني اروح على السوبر ماركت، بس لقيت كل الناس لابسه اخضر، ما بعرف ليش. شوف هاد شاحن السيزون يا شباب، هذا رغم انه اذنه هيك مثل الشياطين والعياذ بالله، بس دقنه دقن شيوخ. كان اي تاتش يور اير؟ نعم. هون في واحد مغمى عليه بس ما علينا. المهم رحنا على السوبر ماركت واشترينا الاغراض اللي معتازين، وهلا صار وقت فقرة الطبخ. اول شيء يا جماعة بنجيب البستاشيو وبنحطه بالخلاط وبنخلط. بعد ما يصير معنا بهالقوام طلي معلم قشطه وحليب مكثف. هلا وقت الخلط والجلعه. خلط لي اياهم منيح معلم وحطهم على جنب. هلا بنجيب كنافه بنقطعها معلم، بنحطها بالمقلايه وبنحمرها. يا عيني هيك بدي اياها ذهبي، واخلطهم ببعضهم لبين ما ندوب شوكولا من اللي جبناهم ونحطهم بالقالب تبعنا. شو هالفخامه هي؟ تقول الشيف الشربيني. هي شكلها النهائي واعطوني رايكم فيها. تعرف بقى انه اذا جبنا توست وشلنا الحواف تبعه وفعسناه هيك معلم ونحط عليه شوكولا والبستاشيو اللي عملناه ونلفهم ونغطهم بالشوكولا، بيطلع معنا اكله اطيب من شوكولاته دبي ذات نفسها. واعملوا لي فولو مشان تشوفوا يومياتي بامريكا.